السلام عليكم خوتي، ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير. معكم عبدو في فقره الاخبار الرياضيه كما عودناكم. في الفيديو تاع اليوم راح نقول لكم واش لازم باش الجزائر تتكاليفيا للدور الثاني من كاس افريقيا. شفنا بزاف اخبار وبزاف تحليلات وبزاف تكهنات على هذا الموضوع، ولكن بعد ما تلعبوا المباريات اليوم وانتهت مباراه الجزائر ومباراه انغولا راح نقول لكم واش لازم باش نتكاليفيا وحنايا. كالعاده الا راك تشوف فيا جديد ما تنساش دير ابوني تفعل زر الجرس باش يوصلوك جميع الاخبار الرياضيه، وما تنساش دير جيم لهذا الفيديو وتخلي لنا تعليق واش رايك، اسكو نربحوا اسكو ما فيهاش. ما تنساش تعطيني رايك في لي كومونتير نريبوندي عليكم كامل. ما تنساوش ديروا جيم للفيديو. شوفوا خوتي بلا ما نعييكم بزاف راح نعطيكم الخلاصه. في الترتيب تاع المجموعه اللي رانا فيها في كاس افريقيا هي المجموعه الرابعه كما على بالكم، كاين انغولا، كاين بوركينا فاسو، الجزائر، موريتانيا. في الصداره عندنا انغولا ب4 نقاط، تاليها بوركينا فاسو ب4 نقاط، بعدها الجزائر بنقطتين، عندنا موريتانيا ب0 نقطه. هذه هي. وباش يتأهل منتخب الجزائر للدور الثاني من كأس افريقيا ما علينا غير نقوموا بأداء جيد ونفوزوا على منتخب الموريتاني، راهو ب0 نقطة حاليا. ولكن هذا الشيء ما يكفيش، لازم وحدة من بوركينا فاسو ولا انغولا تخسر، هذا ما كان. سما حسب معايا مليح، موريتانيا 0 نقطة، الجزائر 2، بوركينا فاسو 4 وانغولا 4. لو كان يفوز منتخب الجزائر على موريتانيا راح يولي عنده 5 نقاط. لو كان تخسر بوركينا فاسو ولا انغولا راح تبقى ب4 نقاط، الجزائر راح تكاليفيا ب5 نقاط. سما 7 و5 المنتخبين في المركز الاول اذا فازت الجزائر وخسرت واحده من المنتخبين، ولكن هذا الاحتمال الاول فقط في حال فوز الجزائر وخساره بوركينا فاسو ولا انغولا، هذا ما كان. كاين واحد الحاله اللي ما راناش حابين نروحوا ليها، رانا حابين نربحوا ديريكت، اللي هي حاله تعادل بوركينا فاسو مع انغولا. هذا الشيء راح يدينا ال5 نقاط في 3، 5 نقاط الجزائر، 5 نقاط بوركينا فاسو، 5 نقاط انغولا اذا ربحنا حنا واذا صار التعادل ما بيناتهم. في هذه الحاله راح يولي عندنا حساب فريق الاهداف، سما لازم حنايا نربحوا بوركينا فاسو بشكاره، عفوا لازم نربحوا موريتانيا بشكاره تاع اهداف. سما واحد ما يصعب لكم الامور، لازم الجزائر تربح موريتانيا باش يولي عندنا 5 نقاط، ووحده مر ببوركينا فاسو ولا انغولا تخسر باش نتاهلوا ب5 نقاط. وفي حال التعادل راح نقولوا لفريق الاهداف لازم نربحوهم بشكاره، وان شاء الله ما نخسروش، وان شاء الله وحده فيهم تخسر ونتكاليفياو. كان هذه فقره اخبار موجزه، ان شاء الله يعجبكم الفيديو تاع اليوم. ديروا جيم للفيديو خوتي باش يتبارطاجا، وما تنسوش الاشتراك في القناه مهم بزاف، واعطوني رايكم في التعليقات.